أيام استشهاد سيدنا ومولانا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته وأصحابه صلوات الله عليهم أجمعين. لعله مر الكلام في ليلة البارحة عن بعض أسباب إقامة هذا العزاء، أنه لماذا نقيم العزاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بعد مضي هذه الحقبة الزمنية الكبرى 1387 عام مر على استشهاده صلوات الله عليه. ولكن هذه اللوعة وهذه الحرقة كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. وهو الحسين نفسه صلوات الله عليه قال: أنا قتيل العبرة ما ذكرني مؤمن إلا وفاضت عيناه. وقد مر الكلام عن بعض الأمثلة، عن بعض المجالس التي أقامها الأنبياء على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الدنيا جعلها دار بلاء، دار امتحان، وإلا نحن لم نخلق لهذه الدنيا، إنما جعلنا في الدنيا الله سبحانه وتعالى يختبرنا يمتحننا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. شوف تعريف وتعبير القرآن عن الدنيا والآخرة. يقول ابتغي عند أهل اللغة فعل أمر بعد. فيما آتاك الله، في كل شيء جعله الله لك من مال، من أولاد، من جاه، هذا كله نسأل عنه يوم القيامة. ألا وإن لكل شيء زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة، أن تشفع بين متخاصمين فتصلحهما. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ممر كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول: الدنيا ممر والآخرة مقر، فخذوا من ممركم إلى مقركم. الإنسان مهما عاش في هذه الدنيا كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ولعمري عن قريب كل من فيها يموت. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في أكثر من آية. فالدنيا كما قلنا هي دار امتحان، ابتلاء، اختبار. والآخرة هي المقر، والآخرة مبنية على الدنيا. شلون كنت بالدنيا تكون نتيجتك في الآخرة. وما للمرء دار بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بعز طاب مسكنها، وإن بناها بذل خاب ساعيها. وبعث الله عز وجل الأنبياء 124,000 نبي من آدم إلى الأعظم الخاتم صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين، حتى يذكرون الناس بالآخرة. هذه الدنيا عندما نذهب منها فنحتاج إلى زاد. جنابك إذا تسافر من مكان إلى مكان تحتاج إلى زاد
ومتاع تأخذه معك، وكلما كان هذا الزاد هذا المتاع جيد وقوي ورصين وكثير كلما كانت سفرتك أريح، وإلا كيف تسافر من مكان إلى مكان؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى ما هي؟ التقوى كما ورد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، التقوى مخافة الله عز وجل. الإنسان يكون متقي، تكون له تقوى، ما يلفظ من قول إلا لديه تقوى من الله عز وجل. هاي الأعمال لعله ذكرنا في ليلة البارحة، الأعمال التي يعملها الإنسان سواء كانت قولا أو فعلا. مرات الإنسان بحركات بالوجه باليد يستهزئ بالإنسان المقابل، يا بتقول له مر عليك فلان أو روح لفلان، يسوي فد إشارة يستهزئ بها، كلها تنكتب. ما بال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا محضرا، كله حاضر. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هاي الأعمال اللي يقوم به سواء كانت حركة أو فعل أو قول أو أي شيء، هاي الأعمال يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراها أمير المؤمنين سلام الله عليه، يراها أئمة أهل البيت، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإمام الصادق صلوات الله عليه في حديث يقول لا تسيئوا إلى رسول الله، لا تأذوا رسول الله. يسأل أحدهم يقول له يا ابن رسول الله احنا أساسا مو بالزمن اللي كان به النبي صلى الله عليه وآله، فكيف نؤذي؟ قال بأعمالكم لأنه مطلع عليها. وقل اعملوا، ويتلو هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالتقوى الله سبحانه وتعالى يقول وتزودوا، ما قال فإن الزاد التقوى، لا، قال فإن خير الزاد التقوى. أفضل شيء أو أحسن شيء الإنسان يأخذه وإياه هو التقوى. زين، هاي بالنسبة للآخرة. إذا جئت إلى الآخرة وأنت من المتقين وعندك الزاد الذي هو خير زاد وهو التقوى. في الدنيا ما هو أو ما هي ميزة التقوى في الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى يذكر أيضا أن ميزان التفاضل بين الناس، يعني هذا الإنسان أحسن له هذا الإنسان أحسن. أكو بالقرآن فد قانون نقيس به أفضلية الناس. ورب العالمين بالقرآن يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. زين، أكرم الناس من أمه يا رب؟ أكرم الناس مثل السادة، أكرم الناس العشيرة الفلانية، أكرم الناس العرب، أكرم الناس العجم، أكرم الناس الرجال أو النساء أو الشباب أو الشيوخ. شنو ميزان التفاضل عند الله عز وجل حتى تقول أن هذا أكرم من هذا عند الله؟ الكرامة الحقيقية. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف التقوى، أتقاكم يعني أكثركم تقوى لله عز وجل. إذن هاي التقوى في الدنيا والآخرة. خير الزاد التقوى، أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ترجع إلى القرآن أو تبحث، أكو فد برامج اسمه القرآن الكريم ببحث موجود ينزل على الموبايلات.
إذا الشاب يكلف نفسه ينزل هذا البرنامج جدا جميل، يكتب المتقي إن الله مع المتقين، إن الله وسلامه، وتكون بنية صادقة للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الإمام الحسين عليه السلام ما يقبل إذا كان العمل ليس خالصا. ولا تستهين بمجال سيد الشهداء صلوات الله عليه. بالروايات عندنا موجود يقول المكان الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحضره الملائكة، تنزل الملائكة من السماء تحضر هذا المجلس. رسول الله قال بأن تعلم إنه إمام مفترض الطاعة. ثاني المحرم في مثل هذا اليوم وصل الركب الحسيني إلى كربلاء، اللي الإمام الحسين سلام الله عليه خرج من المدينة واتجه إلى مكة، وكان في الحج، هو أحل إحرامه، كان محرم وأحل إحرامه، ثم أخذ معه أهل بيته أصحابه اللي جاءوا من المدينة واللي خرجوا من مكة واللي كانوا ينتظرون بالعراق في أطراف العراق. ثم أمر صلوات الله وسلامه عليه بعد أن جيء بالنياق بالمحامل، أمر أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يخرجوا مخدرات علي وفاطمة، وإياهم زينب الكبرى صلوات الله عليه. في الرواية يقول كانت عندما تذهب لزيارة أمها فاطمة كان أمير المؤمنين يمشي أمامها، والحسن والحسين عن يمينها وشمالها. بعد يقول وكان العباس يمشي خلفها يمحو أثرها من الأرض، حتى الناس ما تشوف أثر لزينب. فلان اذهب إلى فلان أخرجها، فلان، إلى أن التفت إلى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه قال أخي أبا الفضل، قال فداك أخاك يا ابن رسول الله، قال اذهب إلى زينب، أنت روح زينب طلعها. اللي شاعر يقول يوم الذي راعى الشيم أنوى يشد الراحلة جاب المحارم للحرام وكل فرد وجه صيد له، طبلعت زينب مبتسم عباس راعي المرجلة، قال لها يا مهجة علي قومي نروح الكربلة، قالت له يا خويا محملي منه الذي يتكفله، قال لها عيناك بشري أمرك نود نتمثله، قالت له نعمين الفخر بوجودك الممشى حلي طلعا وعباس يحدي والركب يهتف يا هلا. بالطريق كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعدله صدل الحسين وناشده شنهي نزلتك بالفلك، قال له يا خويا نزلتي تدري بخدنا مدلله ما تحمل الذل والهضوم نشأت على العز والعلا، ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء يحدب محاملها الشمير، يحدب محاملها الشمير يا ابو الفخر والمرجله، مقيده ما بين الحرم والنوب صعبه ومهزله،
ولو رادت الناقة عثار يضرب خواتك حرملة.